السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخباركم إيه يا شباب؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة يا جماعة، ناس كتير سألتني إن نركب السوستة لأي حاجة، الجاكيت لأي حاجة، لكن إزاي إن إحنا نركب السوستة ونجمع التضريب ده أو الفواصل دي مع بعضها. طبعا هي الفكره جات لي من كده، وطبعا الفيديو مطلوب من بدري، لكن انا طبعا الفكره جات لي النهارده لما شفت العدد الكبير ده من التضريب او الحاجات دي. ان احنا نجيب الكلام ده قصاد بعضه في تركيب السوسته ازاي، ده طبعا اللي هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. وهيفرق طبعا، دي معانا قماش عاديه يعني ما بتمطش ولا حاجه. هتفرق معانا بين القماشه دي والقماشه المطاط. طبعا هنوريكم الموضوع ده في القماش ده والقماش المطاط. تمام كده. طبعا مبدئيا نبدا نشوف ان احنا نعمل ازاي نركب السوسته، وفي نفس الوقت نجيب التضريب ده قصاد بعضه. طبعا يعني احنا مش هنقدر نفصل دي من مكانها غير اما نركب السوسته. طبعا دلوقتي احنا هنفصل دي اهو قدام حضراتكم. تمام كده. كده نقدر نفصل دي هنبدا بقى طالما فصلناها كده نبدا ان احنا ايه، نبعدها عن بعض. خلاص هنركب الجنب ده او الجزء ده الاول. تمام كده اهو. السوسته دي يا جماعه تبقى مقلوبه. السوسته دي اهي عدلتها اهي، احنا هنقلبها كده. خلاص. بالنسبه للموديل ده وتركيبه بنسيب السنتي ده او السنتي ونص اللي تحت دول. خلاص. وبنركب كده يا جماعه. طبعا يا جماعه بالنسبه للسوسته دي ليها دواسه غير الدواسه دي خالص يا جماعه. شايفين الفرق بين الدواسه دي والدواسه دي؟ الدواسه دي كده نص نص اهو. شايفين الابره بتنزل هنا في الجنب ده، بحيث لما تمشي كده بتبقى الابره جنب السنان بتاعت، هوريها لكم دلوقتي في الخياطه، بحيث تزنق كده معانا يا جماعه اهو. اهي دي. لكن دي ليها جزئين، فبالتالي لو انا خيطت هتبقى بعيده، هتبقى سايبه هنا فاصل كبير. تمام. فاحنا هنركب الدواسه اللي هي اسمها دي دواسه السوسته او دواسه نص كده زي دي. شايفين كده الاختلاف؟ في فرق بين دي وبين دي. فاحنا هنركب الدواسه دي عشان ما ينفعش ان احنا نركب السوسته بالدواسه الثانيه. هي تركب عادي مفيش مشكله، يعني الدواسه دي تركب تشتغل تركب السوسته مفيش اي مشكله، بس هيبقى الفاصل هوريه لكم دلوقتي حالا بعد ما نركب. تمام كده. ركبنا اهو. نلاحظ ان الابره بتنزل جنب الدواسه بالظبط، جنب يعني الابره على حرف الدواسه بالظبط. خلاص كده. كده اهو ظبطنا سوستتنا. شايفين؟ في حاجه بقى يا جماعه بالنسبه للقماشه العاديه دي، انا لما اجي اركب السوسته اشتغل عادي خالص. بالنسبه للقماشه اللي ما بتمطش دي، اشتغل الجزء الاولاني الجنب الاولاني اشتغله عادي. اشتغله ايه؟ عادي اهو. لا اشد من فوق ولا اشد من تحت. السوسته تركب على طبيعتها جدا. تمام كده. ده اللي انا بتكلم عليه يا جماعه، الفاصل ده. لو انا ركبت الدواسه الثانيه عادي هتركب السوسته مفيش مشكله، لان أنا عندي مسافه، لكن هتسيب هنا فراغ كبير. هتسيب هنا فراغ. احنا مش عايزين كده. السوسته بطبيعتها لازم تبقى جنب الايه، جنب القماش كده. القماش جنب السوسته كده بالظبط. خلاص كده احنا ركبنا بقى الجنب الاولاني اهو. نعمل ايه بقى؟ بالنسبه للجاكيت ده يا جماعه، انا عندي الصدرين دول انا ممكن اركبهم كده. يعني انا ممكن اركبهم هم قريبين من بعض سهلين، لكن احيانا مثلا في حاجه عايز تركب يعني جاكيت متقفل كامل وعايز يركب سوسته، فبالتالي انا لازم اعلم العلامات دي. يعني ده هينفع في الشكل ده وهينفع في الجاكيت المتقفل كامل. خلاص كده. كده نعمل ايه بقى؟ نيجي بقى على الفواصل دي. احنا ركبنا الجنب ده من غير ما نبص على اي حاجه. نبدا كل فاصل يا جماعه نعمل قصاده علامه، او نعمل حاجه تاني. بلاش كل فاصل، يعني انا اسيب مثلا فاصل واعلم على الفاصل التاني. خلاص.
اسيب فاصل واعلم على الفاصل اللي قصاده اهو. خلاص كده علمنا اهو تمام. بعد كده نفك السوسته اهي، فكينا السوسته تمام. خلاص انا مش محتاج دي في اي حاجه، انا مش محتاجها في اي حاجه. خلاص كده الفاصل اللي بادئ معانا هو ده، اول فاصل معانا بادئ هو ده، او اول تضريب بادئ معانا هو ده اهو تمام كده. وبعد كده همسك السوسته واشدها كده. قبل ما اقيس على اي فاصل من دول انا سايب هنا مسافه قد ايه في الجنب التاني اهي. لازم اتاكد ان المسافه دي، ما ممكن يكون في مشكله في القص، الاقيها مظبوطه. خلاص يبقى انا اشتغل على الفواصل اللي انا عاملها، اشتغل على العلامات اللي انا عاملها اهو. دي اول علامات خلاص بالظبط اهي. وهنركب واحنا شغالين في ايه، علامه اهي وفي علامه اهي. انا ممكن اخدهم كلهم خياطه واحده، لكن احنا الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط. نقدر نبص على كل علامه ونخيط اهو يا جماعه. على فكره انا مش هعمل في الفيديو ده اي مونتاج. الفيديو ده على طبيعته جدا يا جماعه. خلاص احنا اهم حاجه الفكره توصل للناس والناس تستفيد ويشتغلوا بالطريقه دي. مفيش داعي بقى للمونتاج. خلاص كده اهو. كده انا اهم حاجه عندي طالما ان العلامه دي جايه على الفاصل ده او التضريب ده، خلاص يبقى ان شاء الله هتطلع معانا مظبوطه من غير ما نعمل فواصل ولا نعمل اي حاجه اهو. خلاص انا خلصت اهو ومفيش قدامكم اي مونتاج، وهقفل السوسته ونشوف السحر اللي هيحصل اهو يا جماعه. ما وقفتش الفيديو، ما عملتش اي مونتاج اهو، قفلت السوسته قدامكم. ادي النتيجه يا جماعه. تمام يا جماعه. احنا بالنسبه لاننا عندنا في الوقت الحالي ما عندناش قماش مطاط، فهنشرح بس طريقه القماش المطاط هتبقى تشتغل معانا ازاي. يعني مثلا انا لو عندي الفواصل دي سواء قصه سواء تضريب زي كده سواء اي حاجه، بس في قماش مطاط نشتغلوا ازاي؟ نفس الطريقه. خلي بالنا كويس جدا عشان دي هتختلف. احنا قلنا لما بنركب السوسته في القماش العادي ده بنركب السوسته على طول، لكن في ده هنعمل ايه بقى؟ احنا خلاص كده شغالين على طبيعتنا اهو تمام. في القماش المطاط يا جماعه لازم اشد السوسته. في القماش المطاط لازم اشد السوسته واخلي على قد ما اقدر افضل مرخي في القماش المطاط. نخلي بالنا انا بشرح على القماشه دي عشان انا في الوقت الحالي ما عنديش حاجه مطاط فيها الشكل ده، فانا هشرح بس الطريقه. عندك قماش مطاط في الكلام ده هنشتغل ازاي، حتى لو ما فيهوش الكلام ده نشتغل بالطريقه دي. اشد كده يا جماعه، انا كده شادد دي مش قوي، يعني مش اللي هو شدها جامد، يعني شدها شويه صغيرين. خلاص كده اشد كده يا جماعه، اشد كده. وهنا دي اللي انا بركب عليها القماش الاساسي او الجسم الاساسي ده يبقى مرخي شويه اهو يا جماعه اهو. افضل شادد كده، شادد من الاول للاخر. اشد السوسته دي من الاول للاخر. ليه بقى يا جماعه؟ عشان خاطر السوسته دي لو ركبت على قماش مطاط بتعمل ايه يا جماعه؟ تبص تلاقي السوسته عامله معايا ايه؟ الموضوع ده كده تعمل معايا زي نظام ايه؟ موجه كده او مطب كده، يبقى شكل الحاجه مش كويس. لو احنا شدينا بقى بنعمل ايه؟ بندي المطاط ده بنديله حقه مع السوسته، لان السوسته ناشفه وده قماش طري. اما بالنسبه للقماش العادي فمفيش مشكله، مش لازم اشد السوسته خالص. بس يا جماعه ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو اتمنى الناس تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس، وما تنسوش يا جماعه اللايك بتاعكم الجميل. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.